السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم جميعا بدون استثناء. ان شاء الله تشوفوا معنا هذا الفيديو ديال هذه النبتة، هذه الالتفاف والنبتة الحريقة بصفة يعني هي اللي نتكلموا عليها ان شاء الله. هادو هما النبتات المهمين والنبتة المفضلة عن الطيور، يعني خارج القفص، الطيور البرية يعني خارج القفص. احنا ضروري باش خصنا ان شاء الله نقدموها داخل القفص، لان خصنا نوفروا لهم الجو ديال الطبيعه. اللي مازال الاخوان ما مشتركش في القناه يحاول يدير الاشتراك ديالو في القناه فضلا وليس امرا، ان شاء الله تشجعونا نعطيوكم فيديوهات كثار وفيديوهات اللي كتهم هاد الولاعه هادي وتزيدوا بها ان شاء الله للقدام، لان حنا غبنا عليكم شي شويه يعني شي حوايج يعني كنحاولوا ان شاء الله نخدموا عليهم، وان شاء الله نعطيوكم الجديد في هذا المجال ديال الطيور. كما كتشوفوا الاخوان معنا هذه النبته سبحان الله كتنبت في الوقت المناسب اللي هو وقت التجهيز، يعني قبل التزاوج. ضروري باش نجهزوا ان شاء الله الطويرات ديالنا للتزاوج. وهذه النبته الاخوان يعني فيها واحد الشويكات اللي الا قاسوك مثلا الجلد كيهيجوا الجلد ديالك، كذلك كيهيجوا الطيور يعني وكيجهزوهم للتزاوج. أنه كتحتوي هذه النبتة الإخوان على واحد العناصر غذائية مهمة ومفيدة، كتدخل مباشرة في الزيادة ديال الرغبة الجنسية والتجهيز والحمو عند الطيور بصفة عامة، والمقنين أو الحسون بصفة خاصة. يعني هذه الحريقة الإخوان كتزيد من الخصوبة ديال الطير، وبالتالي كتفادى الإخوان البيض الغير ملقح داخل القفص. وكذلك الطويرات اللي عندكم طويرات مثلا مشحمين وكيخرج البيض يعني فارغ، بيض غير ملقح، عطيو الحريقه ان شاء الله للطويرات ديالكم ولو مرتين في الاسبوع، وان شاء الله لتفادي البيض غير ملقح، لانها يعني كتعالج التشحيم للطيور. كملوا الاخوان الفيديو ان شاء الله، وما تنساوش ان شاء الله البارطاج مع الاصدقاء ومع يعني العائله باش ان شاء الله تعم الفائده، وتحاولوا تحفزونا ان شاء الله بنزيدكم فيديوهات ان شاء الله في هذا المجال ديال الطيور. ان شاء الله الا كان عندكم مثلا واحد التساؤل، واحد النقد، واحد يعني كنقولوا اي حاجه يعني متعلقه بهذه النبته ولا متعلقه بالطيور، خليوها لنا ان شاء الله في تعليق، واكيد غنجاوبوكم ان شاء الله. عطيوها الاخوان الطويرات ديالكم الحريقه وتشوفون تبارك الله، خصوصا المقنين يبان لكم واحد القناع احمر قاتم تبارك الله، يعني يتغير عليكم في الشكل، يعني في الشكل، في التغريد، يعني في الصحه ديالو ما شاء الله، يولي رائع. عطيوه الحريقه ان شاء الله وردوا عليا الخبر، لان هذه النبته هذه نبته ما شاء الله نبته منشطه لوظائف الجسم ومقويه يعني للجسم بصفه عامه. الى الطويرات ديالكم مجروحين كذلك كتطهر الجروح، يعني معقمه مضاده للالتهابات ومفيده في علاج الالتهابات الامعاء. يعني الطوير عندك مثلا مريض بالكوكسيديا، مريض بالالتهاب الامعاء، اعطيه الحريقه ورد عليا، يعني يعطيها له تبارك الله بالوريقات ديالها كما كتشوفوا، راها يعني مقويه ومنشطه واقيه من الفيروسات المعويه بصفه عامه. كذلك الطويرات اللي مرضين بالكبد اللي كتحتوي على واحد ماده ما شاء الله، ماده الكولين مهمه كاينه في هذه النبته هذه، عطيوها تبارك الله الطويرات ديالكم الا يعني ما تبقاش فيه الكبده بتاتا، 2 المرات 3 المرات في الاسبوع. اعطيه الحريقه، اعطيه التفاف، ورد عليا الخبر يا اخوان، لان هذه النبته هذه مجربه وتبارك الله الطويرات يعني اللي كيكونوا في الطبيعه راه ما تلقاش مريض بالكبد، لان حنا كنعطيو في القفص كنعطيو الحبوب الزيتيه، الحبوب السوداء، واكيد باش يمرض، لان ما كيحرقش داك السعرات الحراريه، ما كيحرقش مثلا داك نقولوا داك المواد الكيماويه
ما كيحرقهاش، كيبقى لان الا كتعطي الدواء او لا تعطي الميلونج، اكيد باش التطويرات ديالك ان ما كيطيروش بزاف، ما كيتحركوش، اكيد باش يمرضوا لك بالكبد. عطيه الحريقه، عطي التفاف هذه اللي كتشوف قدامكم، هي بالزريعه ديالها، عطيها هكا بالنوير ديالها، بالوريقات ديالها، هي كلها التطويرات ان شاء الله ما يبقاش فيهم حتى شي مشكل. التطويرات بصفه عامه كما تشوفون قدامكم، حلقها لهم بهذه الطريقه هذه، غياكل منها ما شاء الله يعني، وما تخليها لهمش بزاف، لان كل ما زاد الحد يعني الحد حده الا وانقلب الى ضده. انتم حطوا لهم بحال هكا جميع الطيور بصفه عامه، طيور الزينه بصفه عامه يعني بدون استثناء، كياكلوها ما شاء الله بشراسه. هذا طوير خلوي يعني بري ما شاء الله، كنزاوجوه ونخرجوا به نجهزوه باش ننتجوا به ان شاء الله الهجين مع الكناريا، هو ما شاء الله. هي الكنار، الطائر الكناري كياكلها بشراسه. ما تنساوش الاخوان البارطاج والتعليقات ديالكم، خليو لنا التعليقات ديالكم، الا كان شي نقد بناء مثلا ولا شي اي تساؤل خليوه لنا في التعليق، والاشتراك في القناه، اللي مازال ما مشتركش في القناه يخلي لنا اشتراك، وتحيه لكم جميعا بدون استثناء.